بحب اسئلتكم، بحب ان احنا بنفيد المجتمع بمعلومات قيمة. يلا نقرا السؤال ده مع بعض. ليه الانسان ممكن يربي صقر وايه لازمته وممكن يعمل لك ايه وتستفيدي ايه؟ طبعا انا هتكلم عن الصقارة، مش هتكلم عن باقي السؤال اللي هو عن الزواحف. باختصار شديد الصقارة هو الصيد مع الصقر، ودي هواية موجودة من قديم الازل. اول ما الصقار بيقتني الصقر بيبتدي ان هو يدربه، او بالمسمى بتاعهم يدهله، ويبتدي ان هو يعلمه الدعوة على الجوانتي، او ان هو يناديه يقف على الجوانتي وياكل من ايده. بعدين يبتدي يدربه في اماكن صغيرة مغلقة، بعد كده اماكن مفتوحة، بعد كده اماكن اكبر، وهكذا. بعد كده يبتدي الصقار والصقر يصطادوا مع بعض، وهنا الصقر بيكون ليه مطلق الحرية ان هو يكمل في الجو لوحده او يرجع للصقار بتاعه بالفريسة اللي اصطادها. وعشان كده هي هواية الملوك. وهكلمكم اكتر في الفيديوهات الجاية، ولكن اشيد بمعلوماتي دي لجوزي الصقار الكبير شريف بسيوني. شكرا.